هل بتحس بتعب دايم ودوخة ونفسك قصير ووشك شاحب ومجهد؟ لو الإجابة ممكن يكون مصاب بحاجة اسمها الأنيميا. بس استنى، ما تقلقش، في الفيديو ده هقولك ايه هي الأنيميا، وهنفهم مع بعض السبب الحقيقي وراها وازاي تعالجها بشكل طبيعي من غير أدوية. أيوة، بالأكل الصح والمكملات اللي الجسم محتاجها ترجع لطبيعتك أسرع مما تتخيل. ركز معايا وخلي الفيديو ده يكون بداية جديدة لحياتك الصحية. في الجزء الأول، ايه هي الانيميا؟ الانيميا هو فقر الدم، هي حاله بيكون فيها عدد كرات الدم الحمراء او نسبه الهيموجلوبين اقل من الطبيعي. الهيموجلوبين هو البروتين اللي بيشيل الاكسجين ويوصله لكل خليه في جسمك. فلما نسبته بتقل جسمك كله بيتعب ودماغك ما بتركزش وعضلاتك تكسل وقلبك يجهد. السبب في انواع كتير من الانيميا، بس اشهر نوع هو انيميا نقص الحديد، وده مسؤول عن اكتر من 50% من الحالات في العالم. في الجزء الثاني، ايه هي اعراض الانيميا؟ إرهاق مستمر حتى مع أقل مجهود، وصداع، وبشرة باهتة، وخفقان القلب، وضيق في التنفس، وبرودة في الأطراف، وأظافر هشة، وشعر بيتساقط. لو عندك أكتر من 3 أعراض من دول يبقى لازم تتحرك فورا. في الجزء الثالث، هل لازم أدوية؟ مش دايما. لو الحالة مش متقدمة، في طرق طبيعية وفعالة لعلاج الأنيميا بدون أدوية، لكن أهم شرط إنك تلتزم وتغير أسلوب حياتك وأكلك. طيب، ايه هي خطة علاج الانيميا بدون ادوية؟ رقم 1، التغذية العلاجية. اطعمة غنية بالحديد زي الكبدة مرة او مرتين في الاسبوع، والسبانخ والجرجير والبقدونس، والعدس طبعا، والفاصوليا والحمص والبيض والعسل الاسود واللحمة الحمراء، الزبيب والتين المجفف. ودي اطعمة تانية بتزود امتصاص الحديد زي البرتقال والليمون والجوافة والفراولة. كل دول فيهم فيتامين سي اللي بيساعد جسمك يمتص الحديد كويس. تجنب مع الحديد الشاي بعد الأكل مباشرة، بيمنع امتصاص الحديد بنسبة 70%، والقهوة ومنتجات الألبان في نفس الوقت. المكملات الطبيعية بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي بتكون عبارة عن مكمل حديد نباتي وفيتامين بي 12 وفوليك أسيد. 3، نمط الحياة. لازم تنام كويس وخفف التوتر ومارس رياضة بسيطة زي المشي. اشرب مية كتير. امتى تروح للدكتور؟ بعد 3 اسابيع من التغيير ده ولسه حاسس باعراض قويه، يبقى لازم تحلل توجه للطبيب، لان احيانا الانيميا بتكون عرض لمشكله تانية زي نزيف داخلي او نقص فيتامينات تانية. في رعايه الله.